مساء الخير ومساء الجمال على عيون متابعين الحلوين. زي ما انتوا كده سمعتوا صوت القرمشة، حاجة كده برضو من مخبوزات الأفران بس حلوة جدا. بنجيبها كلنا، بتنفع بقى اليومين دول زي ما قلت لكم، بقى يومين السقسقة والشتاء والدفا والشاي بلبن بقى والبقسماط والقعدات تحت البطانية ولمة العيلة والحركات الحلوة دي. تعالوا بقى نشوف عملنا الجمال ده ازاي. تمام، سهل جدا ومش مكلف، وبصوا موجود في كل بيت. حطينا نص كيلو دقيق، وتاني بنتفق ان الدقيق ده دقيق المخبوزات اللي بنجيبه من الفرن، اللي بنعمل بيه السينابون او اللي بنعمل بيه الدوناتس زي ما انتي عايزه. خدنا نص كيلو دقيق، حطينا عليه معلقه كبيره ممسوحه خميره. حط عليه رشه ملح، بس رشه ملح حلوه، يعني رشه ملح سخيه، انا عايزه يبقى له طعم. يعني مثلا هحط حوالي مثلا نص معلقه كبيره. تمام، تقدري تقللي او تقدري تزودي زي ما انتي حابه، لو انتي حابه ملوش طعم مفيش مشكله. تمام، هحط عليه معلقه ونص سكر او معلقتين الا ربع سكر او معلقتين، مفيش مشكله مش هيسكر. المهم انا عايزه بس احس بطعم الحاجه، يعني الحاجات اللي فيها دي لو ما فيهاش ملح يا جماعه وسكر مش هتحسوا لها بطعم، هتتضايقوا من طعمها. حطيت معلقه الا ربع كبيره كده بيكنج باودر، يبقى حطينا نص كيلو دقيق، حطينا عليه معلقه كبيره ممسوحه خميره. حطينا نص معلقة ملح، حطينا معلقتين سكر او معلقة ونص سكر. هحط حوالي ربع كوباية زيت زي ما عملنا في البقسماط. تمام، التكة بقى هنا هاخد معلقة صلصة وهحط فيها معلقة صلصة هحط فيها هدوبها، اقصد في طبق كده، آم، مع هدوبها في طبق مع معلقتين 3 ميه. انا محتاجه احطها بس متدوبه علشان ما تتكلكعش كده في العجين، والعجين كله يشرب من نفس من الصلصه ويبقى كله لون واحد، ما تبقاش فيه حته غامقه وحته فاتحه. تمام، يبقى التكه هنا خدت بقى معلقه صلصه ودوبتها مع معلقتين ميه، وهنبتدي بقى ناخد الكلام ده كله بقى ونطلع فين؟ نطلع على العجان. تمام، هعجن كل الكلام ده برضو عجنته زي عجينة البقسماط. هبتدي ازود مية دافية حبة بحبة لغاية لما اوصل لقوام انا عايزاها عجينة تبقى طرية بس متماسكة، يعني انا عايزاها متماسكة مش طرية زي الفينو زي الدوناتس وزي السينابون طرية ما فيهاش تلزيقة، لا، انا عايزة العجينة شديدة في ايدي، يعني هي شديدة مش بتلزق. تمام، مش بتلزق خالص، العجينة تحسوها ماسكه نفسها. حلو الكلام، انا بزود بصوا هنا في العجان، مش محتاجه بقى عايزاها تلم من بطن العجان وتنطف جدا. ولو انتي بتعجني على ايدك برضو هتحسي ان قوام العجينه ماسك نفسه شويه، انا مش عايزاها طريه، مش عايزاها زي الفينو. احنا قلنا كل ما العجينه بتبقى طريه في ايديكي، طريه مش بتلزق في ايديكي، هتبقى هشه وخفيفه. كل الكلام ده كله في المخبوزات. في البقسماط بقى والعجينه دي، بصوا حسوا العجينه ناشفه يعني شديده، بصوا قوامها ماسك كده في العجان. تمام، هو ده القوام اللي انا عايزاه. هعجنها بقى كويس، وبص لونها بقى محمر شويه من معلقه الصلصه. هبتدي اخدها، انا مش هخمرها، هاخدها هسيبها بس تريح كده 10 دقايق، مسافه بقى ما اجهز الصاجات والم بطن العجان، اغسل العجان والكلام ده كله. تمام، الم الدنيا كده وهبتدي اشكل فيها على طول. زي ما قلنا احنا بنفتل او بنشكل البقسماط والمخبوزات دي على طول، مش بنخمر ونرجع نشكل تاني، بنخمر مره واحده بس بعد التشكيل. هنا انا تمام خلاص ظبطتها. بصوا بقى طريقة التشكيل، بصوا زي ما انتوا شايفين انا واخدة حتة رفيعة، هبتدي بقى افردها رفيع جدا جدا، رفيع جدا بمعنى يعني قد ما ايدك تجيب رفع خدي، يعني بصوا رفيعة جدا. وهبتدي بقى المها، هقطع كده زي ما انا عايزة اعملها دايرة كبيرة، عايزة اعملها دايرة صغيرة، الحجم ده يرجع لك انتي. بصوا بقى في الحتة دي انا بقفل الطرفين على بعض، وهبتدي اموتهم كويس جدا، هموت الطرفين عشان لما تخمر معايا ما يفتحوش من بعض، ولما تدخل تستوي ما تفتحش. بعد ما موت الطرفين انا ببرمها تاني، ببرم الطرفين على بعض دول عشان تبقى كلها شكلها حتة واحدة. شايفين؟ مش عايزة يبقى باين فيها القفلة ما تبانش، انا بموتهم كويس جدا، بدوس عليهم وبضغطهم كويس جدا لغاية لما ما يبانش الفتحة فين والقفلة فين، وبعدين بروح برمها كده بصباعي. تمام، عشان كلها بقى تتدور وتاخد شكل واحد، عشان لما تخمر ولما ادخلها تستوي. شايفين انا بموت الطرف اهو، بصوا
انا الحته اللي قفلت عليها انا ببرمها تاني زي ما ببرم باقي العجينه، عشان ما يبانش فين القفله من الفتحه. حلو الكلام. تمام كده. تعالوا بقى نشوف مرة تاني تشكيل. هعمل كله على نفس القصة. باخد حتة عجينة صغيرة، طبعا هي كل ما هتقعد ترتاح، بس انا مش عايزاها ترتاح لدرجة انها تخمر، لا انا عايزاها مفيش 10 دقايق وببتدي اخمر، ببتدي اشكل فيها على طول. زي ما قلت لكم مسافة ما بظبط السجات. طبعا السجات هنا انا مدياها دهنة زبدة كده خفيفة خالص، او يعني لو عندك سمنة بقري كده اشتغلي بيها، بس هو الزبدة بيبقى يعني الطف حاجة في الوقت ده. تمام. لفه زبده كده بس عشان ما تلزقش. ولو السجات عندك متعتقه، يعني في سجات، في ناس بتستخدم سجات متعتقه ما بتلزقش فيها الحاجه، حطي على طول مفيش مشكله. بس انا عشان عندي السجات دي لا يعني استخدامي فيها مش كتير اللي هي النوعيه دي، فلا ممكن تلزق، فعشان كده اديتها دهنه زبده. تمام. هبتدي بقى اشكل بالطريقه دي. هخلص بقى الكميه كلها بنفس الطريقه، باخد حته وهبرم وهخلص كل الكميه دي. تعالوا بقى نشوف التشكيل تاني اهو. انا باخد وبقفل الطرفين على بعض كويس جدا، بموتهم كويس قوي تاني عشان لما يجي يخمر معاكي او يستوي ما تفتحش الطرفين، ما يفتحوش من بعض. وببتدي ابرمهم تاني كده بين تحت صوابعي علشان يبقى شكلها حلو، يعني تبقى شكلا حلو. كل ما بترفعي وكل ما بتوسعي الدايره كل ما بتاخدي الشكل في الاخر كويس، لان التخين والدايره المقفوله لما هيخمر ويستوي هيقفل على بعضه قوي. هتشوفوا دلوقتي ده شكله. تمام. بعد ما خلصت الكميه كلها، في حركه كده ليكي مطلق الحريه تعمليها او لا مفيش مشكله. جبت كوبايه فيها ميه وهبتدي ادهن وش كل واحده كده، وهرش عليها رشه ملح خفيفه من فوق. رشه ملح خفيفه، مش تروحي حاطه نص علبه الملح وتيجي تدعي عليا في الاخر وتقولي لي مالح. رشه ملح. مش عايزه تحطي ملح بلاش، ممكن تعملي الحركه دي وتحطي حبه البركه، ممكن تعملي الحركه دي وتحطي سمسم زي ما انتي عايزه. هعمل الكميه كلها بنفس الطريقه. هدهن فرشه ميه وهرش رشه ملح او حبه البركه او سمسم زي ما تحبي. بصوا ده شكله بعد ما اختمر. شايفين التخينه بقت قلبوزه قوي وهتقفل على بعض. بصوا بقى هيدخل على درجه حراره 180. هيدخل على درجه حراره هاديه 180 زي البقسماط. هو مش محروق، هي الكاميرا مطلعاه غامق كده لكن هو مش محروق. تمام. بصوا بقى، عايزه اقول لكم قرمش جدا وتحفه. طعمه حلو قوي. سمعنا صوت القرمشه في الاول، بجد خطير. زي ما انتوا شفتوا كده وصفه سهله وجميله ومقرمشه وحلوه مع الشاي مع نسكافيه مع اي حاجه سخنه. يلا بقى ما تنسوش لايك يا جماعه وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو الجاي. يلا باي باي.